بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الغاليين، أبطال جريد فور، إن شاء الله النهاردة هنبدأ نعمل نوفمبر ريفيجن، مراجعة شهر 11 اللي هو شهر نوفمبر في مادة الساينس بتاعتك. إن شاء الله أنت تمتحن عليه أصلا، أو إيه المقرر عليك اللي هتمتحن عليه في شهر نوفمبر؟ هتمتحن إن شاء الله على كونسبت 3 في يونت 1 وكونسبت 1 في يونت 2. طيب انا هراجع لك على المقرر عليك ان شاء الله من خلال شيت ممتاز، والله العظيم انا اللي عامل الشيت ده. ان شاء الله هتلاقي كل اسئله الامتحان جايه منه، او اغلب اسئله الامتحان جايه منه ان شاء الله. شيت فيه اسئله تشوز وزي ما شفتوا، واسئله ساينتفك، واسئله كومبليت، واسئله ترو فولس، واسئله جيف ريزون، واسئله وات هاب. وانا منقي لك اهم الاسئله واحسن الاسئله اللي هي ان شاء الله هتجيلك في الامتحان. كنت ممكن اعمل الشيت ده كبير قوي واجيب فيه اسئله كتير، لا انا عملته لك يعني ايه، مظبوط كده، وعملته لك بشكل مناسب ان شاء الله، بحيث ان احنا نراجع من خلاله لامتحانك بتاع شهر نوفمبر. فالشيت ده ان شاء الله 100 من 100. تسمع الحصة دي ان شاء الله، او تسمع حل الشيت بقى في الحصتين، وتروح بإذن الله على الامتحان بتاعك على طول. خلينا يلا نبدأ نحل أسئلة اللي choose the correct answer. إن شاء الله هحل الأسئلة وهشرحها برضه، وهشرح الجزء المخصص بيها في المنهج. بيقول لك all the following things considered light source. light source except طبعا light source يعني ايه؟ يعني something emit its own light، يعني حاجة بتخرج الضوء بتاعها، حاجة بتنور من جواها. فالصن بتنور من جواها، بس هو عايز except، فأنا مش هختار الصن. والفاير كذلك بتنور من جواها، يعني emit its own light، فأنا مش هختار عشان هو عايز except. لكن الايز يا جدعان، هي الايز بتنور؟ الايز بتنور من جواها؟ لا لا. لا. عشان خاطر كده انا هختار الايز هي الاجابه الصحيحه. جميل، نكمل. بيقول لك the energy which must present to make our eyes able to see. يعني energy لازم تبقى موجوده عشان انا عيني تعرف تشوف الاوبجكتس around us. الساوند لا، الصوت مش بيخلينا نشوف. الالكتريك كهرباء لا، برضه مش بتخلينا نشوف. لكن اللايت، الضوء، هو اللي بيخلينا نشوف. عشان خاطر كده انا هختار اللايت هي الاجابه. نكمل. بيقول لك which of the following organs are working together for seeing different objects. عشان اشوف ايه الاورجنز اللي بتشتغل مع بعضها بتخليني اعرف اشوف. طبعا البرين لازم يبقى موجود، لان البرين هو اللي بيعمل بروسيسنج للانفورميشن وبيعالجها ويخليني افهم كل حاجه حوالين مني. طيب عشان اشوف بقى انا محتاج البرين مع الاير؟ لا. البرين مع التانج؟ لا. البرين مع النوز؟ لا. محتاج البرين مع الاي. المخ والعين هما اللي بيخلوني اعرف اشوف الاتنين مع بعض. جميل. اللايت ترافل، طبعا اللايت ترافل ستريت لاين. ستريت لاين يعني خط مستقيم بالشكل ده. طالما اللايت ترافل ستريت لاين، فهو لو جه صدف اوبيك اوبجكت مش بيعرف يعدي من خلاله، ولا بيعرف يطلع فوقه وينزل ويكمل طريقه تاني. بيكون الشادو. ليه بيكون الشادو؟ لان اللايت ترافل ستريت لاين، والاوبيك اوبجكت doesn't allow light to pass through it. يعني الاوبيك اوبجكت مش بتسمح للضوء انه يعدي من خلالها. جميل. خلينا يلا نكمل. بيقول لك when light rays hit an object، لما الأشعة بتاع الضوء بتخبط في الجسم. all the following sentences are correct. كل العبارات دي صح except ما عدا. طيب بيقول لك some rays are absorbed by the object. الأوبجكت ممكن يعمل امتصاص لمجموعة من الأشعة الضوئية. كلام صحيح، بس هو عشان عايز accept مش هختار. some rays are bounced off the object، يعني بعض الأشعة الضوئية هترتد وتنعكس من على الأوبجكت. فعلا صحيح، كلام صحيح جدا، بس هو عايز accept فأنا مش هختار. some rays may go through the object، يعني بعض الأشعة الضوئية هتعدي خلال الأوبجكت لو هو transparent، لو هو شفاف. فعلا كلام صحيح جدا بالظبط، لكن هو عشان عايز accept فأنا مش هختار. بيقول لك all rays are absorbed by the object، كل الأشعة الضوئية الأوبجكت هيمتصها. غلط. عشان خاطر كده أنا هختار letter دي، لأنه عايز يكسب، فهي دي الوحيدة اللي تبقى غير صحيحة. جميل. بيقول لك a shadow of an object is formed because. ليه اتكون شادو للأوبجكت؟ الأوبجكت دوت لو كان أوبيك يا جدعان، لسه قايل لك الأوبيك أوبجكت مش هتخلي الضوء يعدي من خلالها، فلما اللايت يخبط فيها هيحصل له يا اما باونسز، يا اما الاوبجكت اللي هو الاوبيك هيعمل ابسورب للسام لايت ريز، يعني يمتص مجموعه من الاشعه الضوئيه. فالاوبيك اوبجكت doesn't allow light to pass through it، يعني الضوء مش هيخلي الايه، او الجسم ده مش هيخلي الضوء يعدي من خلاله، وبالتالي الحته اللي وراها تفضل ضلمه فتعمل شادو. فالشادو اتكون because light can't pass through the object، الضوء مش بيعرف يعدي خلال الاوبجكت، فهختارها لتر. طيب
بيقول لك all of the following are transparent to objects except كل دول transparent ما عدا طبعا البيبر. الووتر transparent شفافة، والاير شفاف transparent، والجلاس الازاز شفاف، لكن البيبر الوحيد هنا اللي يعتبر اوبيك. جميل. بيقول لك allows most of light to pass through، يعني حاجة بتسمح للضوء انها تعدي من خلالها، في حاجة transparent. فهنا هو يا اما الجلاس يا اما الاير. طيب فهنا يا اما الجلاس يا اما الايه. وايل مين نوتس يعني عايز حاجه هنا اوبيك. طيب فالجلاس فعلا هو اللي allow most of light to pass through، لكن الوود هو اللي don't، فاختار على letter دي. جميل. الميرور causing falling light rays to، المراية بتعكس الضوء في اتجاه واحد بس، لأن الميرور دي smooth surface. smooth surface يعني بتعمل reflect light ray في same angle. لكن لو كانت حاجة rough object مثلا زي الجاكيت أو الحيطة، دي بتعمل reflect light rays في different directions، اتجاهات مختلفة. فعشان هو بيتكلم عن الميرور، فالميرور cause falling light rays to reflect at the same angle they strike the mirror، يعني بنفس الزاوية وفي نفس الدايركشن. طالما هي ميرور يعني هي smooth surface، سطح ناعم. السطح الناعم زي الميرور او الميتالز بتعمل ريفليكت لللايت راي at the same angle، بتعكس الاشعه الضوئيه في نفس الانجل. لكن لو كانت rough object، جسم سطح او سطح خشن مثلا، دي هتعمل ريفليكت لللايت ريز in different directions، هتخلي و different angles طبعا، يعني اتجاهات مختلفه وزوايا مختلفه. ان الراف اوبجكت بيبوظ الأشعة الضوئية المنعكسة، مش بيخليها كلها تنعكس بنفس الدايركشن. جميل. بيقول لك light rays can pass through lenses so they are made up of. طيب اللينس دي اللي هي عدسات النضارة، الضوء بيعدي من خلالها وبعرف أشوف من خلالها، فاللينسز دي تبقى معمولة من جلاس، من إزاز. جميل. الفايرفلاي، فايرفلاي دي اللي هي انسكت. طيب هي طبعا تبع البيتلز، تبع الخنافس. not a bird، هي مش طائر. but it is a type of beetles. الفايرفلاي type of beetles، معلومة مهمة تاخد بالك منها كويس جدا. الفايرفلاي دي تعتبر type of beetles. جميل. changing the pattern of lightning up in firefly is an example of. الفايرفلاي بتنور، بتعمل باترن معين، نمط معين للومضات او النور بتاعها. فانها تغير النمط بتاع اللايتنينج بتاعتها او الومضات بتاعتها، ده يعتبر only behavioral adaptive، يعتبر تكيف سلوكي، لانها بتغير الومضات بمزاجها. جميل. بيقول لك reading and writing are common type of communication. الريدنج والرايتنج دول مثلا طريقة communication موجودة في الهيومنز بس. لا الانيمالز ولا البيردز ولا البلانتس بتعمل ريدنج ولا بتعمل رايتنج، ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. فدول موجودين في الهيومنز بس. طيب بيقول لك all the following are forms of codes. كل دول خلينا نقول اشكال الشفرات والكودز except ما عدا sum up والsum down، دي كود بتوجه رسالة احنا نفهمها. face expressions، انا كده فرحان ومبسوط طالما بضحك، كده انا زعلان ومتضايق طالما انا مكشر، فدي برضو تعتبر كود بتوجه رسالة. الرسالة دي بتعبر عن حالتي، انا فرحان ولا مبسوط. الرايتنج برضو الكتابة دي كود، الكتابة بتتفهم، تبعت رسالة. لكن السويمنج دي ما تعتبرش، الوحيدة اللي ما تعتبرش كود هي السباحة. جميل. بيقول لك السنس اورجانز. السنس اورجانز دي يا شباب كولكت انفورميشن، بتجمع معلومات. و send signals to the brain. البرين طبعا هو اللي مسؤول عن processing و understanding الانفورميشن، مسؤول عن معالجة وفهم الايه، المعلومات. جميل. push or pull actions are considered as a type of forces. كده انا عملت مثلا push force away from me، زقيت الحاجه بعيده عني. لكن كده انا عملت pull force، سحبت الحاجه قربتها مني. فالاتنين دول يعتبروا push والبول، دول type of forces من انواع الفورسز. جميل. بيقول لك all the following motions occurs by the effect of pulling force except. كل الحركه دي بتحصل نتيجه تاثير pulling force ما عدا، يعني كل دول pulling force ما عدا kicking a ball، ان انا اشوط الكوره، لا ده دي الوحيده اللي تعتبر بوشنج فورس على فكره، ان انا بشوط الكوره بعيده عني، فانا كده دي تعتبر بوشنج فورس مش بولينج. جميل. بيقول لك when you move something toward you، لما تقرب حاجه منك يا حبيبي، this represents bowling force، اما قرب حاجه مني دي تعتبر bowling force. جميل. a ball may move away from the foot of a football player by the effect of. الكوره ممكن تبعد عن
لاعب كرة القدم بتأثير ايه؟ البوشنج فورس اونلي ولا بولينج فورس اونلي ولا بوشنج اند بولينج ولا ساوند اوف انرجي اونلي؟ لا طبعا البوشنج فورس اونلي، لان البولينج فورس اللي بقرب الكرة مني مش ببعدها عني، لكن عشان الكرة تبعد عني لازم اعمل لها بوشنج فورس، ازقها بعيد. جميل. بيقول لك يا سيدي when an object is in motion، لما يكون جسم بيتحرك، this means that its position change. قلت لك الموشن ان البوزيشن بتاع الاوبجكت يتغير، كان قريب مثلا من الشجره زي ما كنا شرحنا على عبد العزيز، وبقى بمرور الوقت بعيد عن الشجره، فكده هو حصل له موشن، البوزيشن بتاعه كان قريب من الشجره، بعد شويه البوزيشن بتاعه بقى بعيد عن الايه، بقى بعيد عن الشجره. فلو الاوبجكت عنده موشن يبقى البوزيشن بتاعه مكانه عمال يتغير لانه بيتحرك. جميل. نكمل. بيقول لك when you sit on a chair، لما انت تبقى قاعد على الكرسي، الفورس بتاع الجرافيتي and holding you in the chair. الجرافيتي يا شباب بتعمل بولينج فورس، تسحبك كده وبتخليك تفضل قاعد على الكرسي، فالفورس بتاع الجرافيتي بولينج يو داونورد بتسحبك لايه؟ بتسحبك للاسفل. بيقول لك what makes a ball in the air fall down to the ground؟ ايه اللي هيخلي الكرة اللي اترفعت في الجو تقع على الارض تاني؟ ايه الفورس اللي بتشدها وبتخليها تقع على الارض تاني برأيكم كده؟ الفورس دي اسمها ايه؟ ها؟ جرافيتي. جرافيتي. برافو عليكم، ممتازين. فاكيد طبعا هي الفورس بتاعت الجرافيتي. طيب بيقول لك which of the following will cause an object to move؟ مين في دول بيخلي الاوبجكت يتحرك؟ هل البالانسد فورسز بتحرك؟ لا. بالانسد فورس يعني قوتين قد بعض بيشدوا الحبل من هنا وبيشدوا الحبل من هنا، اتنين اقوياء من هنا واتنين اقوياء من هنا بيشد الحبل في النص، يعني هما مش خمامين، يعني قوة متوازنة بالانسد فورس، الحبل مش هيتحرك تجاه اي قوة. لكن الانبالانسد فورسز يعني هنا اربعة اقوياء وهنا واحد ضعيف، فكده الحبل هيتحرك في اتجاه الاربعة الاقوياء عشان هم unbalanced. فقلت لك ان دايما الانبالانسد فورسز هي اللي cause an object to move، هي اللي بتخلي الاوبجكت يتحرك. فانا هختارها letter B اللي هي unbalanced forces، يعني قوة غير متوازنة هي اللي cause the object to move. طيب بيقول لك all the following are examples of motion، كل دول أمثلة على motion ما عدا except a running person. running person ده بيتحرك فده example على motion. a ball traveling through the air، كرة بتطير في الجو، دي برضو example على motion. flying bird، طائر بيطير، دي برضو كمان example على motion. picture on a wall، صورة على الحيطة، دي موشن؟ لا، فعشان خاطر كده انا هختارها. جميل. بيقولك you can see the movement of the following objects، فتقدر تشوف حركة الحاجات دي كلها except الموفمنت طبعا of the planet earth. انا اقدر اشوف الفلاينج ايربلين، اشوف الطيارة اللي بتطير عادي، والرننج هورس الحصان اللي بيجري عادي، والسي ويف اللي هو موجات البحر برضه عادي. لكن البلانيت ايرث كوكب الارض لا، ده ما بعرفش اشوف كوكب الارض وهو بيتحرك، انا دايما بشوفه ثابت. طيب الجرافيتي is the force that، الجرافيتي يا شباب دي فورس بتعمل pull object down toward the earth. جرافيتي قوة بتسحب الأجسام في اتجاه الأرض لأسفل. جميل. The force that occurs when an object rub against another object، يعني ادي object وادي object تاني، الاتنين رابنج يعني اتفركوا في بعض هينتج بينهم fraction force. والفراكشن فورس دي قلت لك دايما يا حبيب قلبي بتعمل ديكريز للسبيد، بتبطئ وبتقلل سرعة الايه، سرعة الاجسام. جميل. طيب الفورس that tries to stop، قوة بتبطئ او بتوقف الموفينج اوبجكت، الجسم المتحرك on a surface is called، طبعا الفريكشن برضه، يبقى 27 و 28 هي الفريكشن. يبقى الفورس that tries to stop an object moving on a surface is called the friction force. جميل. بيقول لك there is a نقط force between الكار tires والرود، يعني ايه اللي بيبقى ما بين كاوتش العربية والطريق وبيعمل ديكريز للكار سبيد، بيبطئ سرعة العربية، برضه دي الفريكشن فورس. يبقى الفريكشن فورس دي مهمة جدا، دي بتبقى ما بين جسمين رابنج against each other، جسمين بيتفركوا في بعض، بتبقى موجودة بين الكار تايرز والرود، بتبقى موجودة بين كاوتش العربية والطريق عشان الكاوتش بيحتك في الطريق. وفي نفس الوقت الفورس دي tries to stop an object او to stop an object moving on a surface، او بتوقف الجسم اللي بيتحرك على سطح معين، فدي بتبطئ الاجسام وتوقف حركتها. دي الفريكشن فورس، قوه الاحتكاك. اخر سؤال في اللي تشوز ونخش على الكومبليت.
وبعد complete scientific، وبعد scientific true false، وبعد true false give reason what happened ان شاء الله. طيب to stop a moving object، عشان توقف حركة جسم we can apply نقط force against it. طبعا pushing force against it، عشان اوقفه لازم ايه؟ ازقه من قدام، اعمل له apply pushing force against it من قدام كده عشان يقف. يلا نخش على اسئلة complete. طيب بيقول لك اللايت travels in straight line يا شباب، الضوء بيتحرك في خط مستقيم. طيب الفيشنج كات can hunt at night due to the bouncing of a light energy. الفيشنج كات طبعا عندها mirror like membrane، الله mirror like membrane ده بيعمل bouncing of the light energy، بيكتر الضوء في عينيها فبيخليها تعرف تشوف بالليل. والميرور لايك ممبرين اللي موجود عند الفيشنج كات لازم تبقى عارف ان هو يعتبر structural adaptation. جميل. طيب بيقول لك the eyes of a fishing cat have mirror-like membrane that bounces off the light and this considered زي ما قلت لك الميرور like membrane اللي عند الكات ده يعتبر structural adaptation. structural adaptation. جميل. طيب الايز اوف الهيومن نقط الايز اوف النكتورنال انيمال، طبعا العين بتاعتنا smaller than الايز بتاع النكتورنال انيمال، والبابلز بتاع النكتورنال انيمال open wider. عين الحيوانات الليلية بتفتح أوسع من عينين. nocturnal animal دي animal become active at night، يعني حيوانات بتشتغل بالليل، فعين الإنسان أصغر من عينيهم، عينهم كبيرة. كذلك البابلز بتاعت عينيهم بتفتح وايدر أوسع من عينينا. طيب عشان يعرفوا يشوفوا بالليل. الكلوز والبيبر دول يعتبروا rough surfaces، يعني أسطح خشنة بتعمل scatter the light rays when falling on them، شتت الأشعة الضوئية لما تسقط عليهم، بالتالي بعرفش أشوفهم، بعرف أشوف نفسي من خلالهم. طيب surface that scatter أو diffuse the light energy بيشتتوا أو بيفرقوا اللايت. جميل جدا. objects that light can't pass through، الاوبجكت اللي الضوء مش بيعدي من خلالهم دول opaque object يا اخوان، opaque objects. while objects that allow light to pass through they are called transparent object. يبقى transparent. جميل. يبقى الاوبجكت اللي اللايت مش بيعرف يعدي خلالهم بيقول عليهم opaque object، لكن الاوبجكت اللي allow light to pass through called transparent object بيقول عليهم اسطح ايه؟ اسطح شفافة. تمام. الفايرفلاي uses sense of السايت to communicate with each other. بص الفايرفلاي بتعمل lightning up، بتنور. طيب فلما الفايرفلاي تنور كده عينها هتشوف النور فتفهم الرسالة اللي جاية لها من الايه الفايرفلاي التاني. دي كده استخدمت السايت عشان تشوف الرسالة وتفهمها وتتواصل مع بعضها. فالفايرفلاي uses sense of السايت to communicate with each other. جميل. الهيومن can communicate with each other where the ears of الهيومن detect the sound energy. ودنك بتحدد وبتتعرف على الساوند، والايز بتاعت الهيومن الايز بتاعتك بتحدد وبتفهم وبتكتشف اللايت انرجي. في اي مشاكل لحد دلوقتي يا شباب؟ لا 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 لا. جميل جدا. الانجينيرز use نقط to slow down the motion of the نقط truck and rockets. طبعا احنا بنتكلم في الشوك ويف تراك، فالانجينيرز يا اخوانا بيستخدموا باراشوت. الباراشوت ده used to slow down، كنت بستخدم 3 باراشوت عشان اوقف الشوك ويف تراك. التريلا اللي انا وريتها لكم اللي كان بيبقى متركب فيها 3 جيت انجنز اللي كانت بتمشي زي الصاروخ، فعشان نوقفها لازم كنت اركب فيها باراشوت، وكنت بركب فيها 3 باراشوت عشان اعمل سلو داون للموشنز بتاعتها. جميل. نكمل. The train's position القطر it changes مكان البوزيشن بتاع القطر بيتغير relative to the train station، يعني المكان القطر بيتغير بالنسبة للمحطة، يعني البوزيشن بتاعه بيتغير، يبقى ده معناه ان الترين عنده موشن. يبقى this sentence describe the meaning of motion، ده بيوصف لك معنى الموشن. طيب a chair stands on the floor، الكرسي اللي واقف على الأرض، واقف وثابت due to the pulling force of gravity. gravity هي اللي بتفضل تسحب في الكرسي تخليه ما يطيرش فوق ويفضل واقف على الأرض. جميل. when you kick a ball لما انت تشوط الكورة it will move. طيب
بس when you kick a ball hard لما تشوط الكرة بقوة يبقى ده معناه ان الكرة دي will move for a large distance. يعني الكرة لما اشوطها جامد تمشي مسافة كبيرة. but when you kick the same ball gently لما تزقها بالراحة وتشوطها بالراحة it will move for a small distance. جميل. طيب when you push a table لما انت تزق ترابيزة to move on a floor اما انت زقيت بالفورس بتاعتك الترابيزة اتحركت على الارض. You're pushing force transfer A from your body to the table transfer energy. انت لما زقتها انت اديت لها انرجي، الانرجي دي خلتها تتحرك فانت كده عملت work فهي transfer energy. فتاني when you push a table لما انت تزق ترابيزة to move on the floor عشان تتحرك على الارض you're pushing force transfer energy. قوتك بتنقل انرجي للترابيزة فالترابيزة تتحرك بسبب الانرجي اللي انت نقلتها ليها دي. نكمل. خلصنا أسئلة الايه الكومبليت. اللي فاتوا دول يا حبايبي هم أهم أسئلة الكومبليت واللي تشوز اللي إن شاء الله هيجولك في الامتحان، وإن شاء الله لو جالك تشوز هيجيلك من اللي احنا حليناه، ولو جالك إن شاء الله كومبليت هيجيلك برضو من اللي احنا حليناه، والساينتفك برضو بإذن الله لو جالك هيجيلك من الأسئلة اللي احنا هنحلها دلوقتي. فركز معايا كويس جدا. طيب scientific term بيقول لك الأورجان that affected by light and responsible for sight. اورجان بيتأثر بالضوء ومسؤول عن الرؤية. ايه الاورجان اللي في جسمي اللي بيشوف وبيتأثر بالضوء؟ اكيد طبعا هي الايز، العين. جميل. طيب a body that appear lighted in the sky جسم بيبان منور في السماء لكن هو not considered as a source of light ما يعتبرش مصدر ضوء. اكيد طبعا ده المون. المون بينور في السماء لكنه ما يعتبرش source of light. طيب materials that allow light to pass through مواد بتسمح للضوء ان هو يعدي من خلالها يا حبايب قلبي، ودي هي الترانسبيرنت ماتيريال. transparent materials هي اللي allow light to pass through it، هي اللي بتسمح للضوء انه يعدي من خلالها زي الجلاس مثلا، الازاز. طيب الماتيريالز بقى اللي هي we can't see through it يعني doesn't allow light to pass through it مش بعرف اشوف خلالها بالتالي مش بتسمح للضوء ان هو يعدي من خلالها. الماتيريالز دي يا شباب هي الاوبيك ماتيريالز. طيب A type of surface that reflect light in different directions نوع السطح اللي بيعكس الضوء في اتجاهات مختلفة. طبعا الرف سيرفيس هو اللي بيعمل scatter light rays بالتالي اللايت rays دي reflect in different directions. اما السمول سيرفيس السطح الناعم لا ده بيعمل reflect light rays one direction وبشوف نفسي من خلاله. اما الرف ده مش بعرف اشوف نفسي من خلاله لان هو بيعمل reflect light rays different directions different angles. جميل جدا. طيب بيقول لك a type of surface نوع من انواع السطح reflect light in one direction. لسه قايل لك عليه اللي بيعمل reflect light rays in one direction with the same angle ونفس الزاوية. طبعا ده اللي هو السموث سيرفيس. السموث سيرفيس يبقى خلي بالك الله يخليك في materials allow light to pass through it materials بتسمح للضوء ان هو يعدي من خلالها يبقى دي transparent شفاف. لكن الماتيريالز اللي هي او السيرفيسز اللي انا بشوف نفسي من خلالها اللي انا هي بتعمل ريفلكت لايت ريز في وان دايركشن بتعكس الضوء في اتجاه واحد with the same angle بنفس الزاويه دي السموث سيرفيسز السطح الناعمه. يبقى السطح الناعم بشوف نفسي فيه لكن السطح الشفاف بشوف اللي وراه. فالميرور سموث سيرفيس لكن الميرور ما تعتبرش ترانسبيرت سيرفيس. والماتيريالز اللي وي كانت سي ثرو ات اللي مش بعرف اشوف من خلالها اصلا بشوفش اللي وراها دي اللي هي الاوبيك اوبجكت. لكن السيرفيسز الاسطح اللي هي ريفلكت لايت في ديفرنت دايركشن بتعكس الضوء في اتجاهات مختلفه ما بعرفش اشوف نفسي خلالها هي الرف سيرفيسز. يعني لو سألك على السيرفيس يعني عايز رف ولا سموث بس. جميل. طيب it's a pattern has meaning طبعا دي الكود الشفرة هي الباترن that has meaning. طيب الفورس نمط ليه معنى يعني الفورس that you make to move an object toward you قوة بتخليك تحرك الاوبجكت في اتجاهك. طبعا دي البولينج فورس قوة السحب بولينج فورس. طيب الفورس that make to move an object away from you فورس بتخليك تبعد الاوبجكت عنك. طبعا دي اللي هي البوشنج فورس. طيب one of the fastest and the most powerful truck in the world دي طبعا الشوك ويف تراك. شوك ويف تراك. جميل. it's a push or pull applied to an object
push أو pull بتأثر على الأوبجكت causes it to change its position، يعني causes it to move. طبعا دي الفورس، لأن الفورس هي اللي ممكن تبقى push وممكن في نفس الوقت برضه تبقى pull. جميل. force that you can do to move an object away from you، برضه دي يا شباب طالما away from you يبقى pushing force، طالما بعيدها عني يبقى pushing. طيب force you can do to bring an object closer to you، دي برضه pulling force. والفرق بين البوشنج فورس والبولينج فورس مهمين جدا. ابعد حاجه عني بوشنج فورس، قرب حاجه مني بولينج فورس. جميل. A change in the position of an object relative to a fixed starting point، دي طبعا الموشن، الحركه. والله العظيم اهم اسئله ساينتفك الموشن. جميل جدا. طيب the force that pull object down toward the earth، القوه اللي بتسحب الاجسام للارض بتوقعهم على الارض، طبعا الفورس دي بتاع الجرافيتي. جميل. طيب الفورس that exerted when object rub against each other، لما object تاني يتفرقوا في بعض، طبعا دي الفريكشن فورس. فريكشن فورس. في مشاكل يا شباب؟ اي مشكلة لا لحد دلوقتي؟ لا يا لا مس. كلها حاجات سهلة ان شاء الله، وحلينا قبل كده اكتر من مرة. طيب الفورس that slow down the motion of a moving object، فورس بتبطئ حركة الأجسام، برضو هي الفريكشن فورس. طيب يلا نخش على true false، وبعدها نحل الجبريزن وات هابت. ركز معايا. الكات have excellent night vision، القطط عندها نايت فيجن ممتازة، والهيومن ار نوت، كلام صحيح 100%. فعلا القطط يا جدعان عندها رؤية ليلية ممتازة، لكن الإنسان لا. طيب the moon not considered a light source، القمر ما يعتبرش مصدر ضوء. اكيد طبعا الكلام ده صحيح. ليه؟ لان اللايت المون بيعمل ريفلكت لايت بتاع الصن. المون doesn't emit its own light. جميل. طيب we can see the moon bright although it doesn't emit any light، انا ما اقدرش اشوف المون على الرغم انا بعرف ثواني. we can see the moon، انا بعرف اشوف القمر although على الرغم ان هو doesn't emit its any light او doesn't emit any light. اكيد الكلام ده فعلا true. ما بعرفش اشوف القمر على الرغم ان هو مش بيشع اي ضوء، لان هو بيعمل ريفلكت الانرجي بتاع السان. طيب transparent object include and lenses. طيب المفروض هنا كنا نكتب transparent object مثلا بتتضمن الووتر and lenses، يعني transparent ممكن تبقى ووتر واللينسز، فعلا كلام صحيح 100%. طيب لكن لو جاب لك اي حاجة تانية اوبيك قول له لا غلط. طبعا تبقى عارف الترانسبيرنت الشفافة والاوبيك اللي مش شفافة. جميل. بيقول لك speaking is the only way to communicate with people، غلط. البيبول يقدروا يتواصلوا مع بعض بالسبيكينج، ممكن يتواصلوا مع بعض بالرايتنج، ممكن يتواصلوا مع بعض بكودز كتير جدا يقدروا يستخدموها عشان يعملوا كوميونيكيشن، ريدنج ورايتنج وسبيكينج وحاجات كتير. طيب الايكولوكيشن ده تايب اوف كوميونيكيشن بتوين الهيومن، غلط. احنا ما بنتواصلش مع بعض بالايكولوكيشن، ده البات والدولفين هما اللي بيتواصلوا مع بعض بالايكولوكيشن. طيب animals communicate with each other by using different senses، اكيد طبعا الكلام ده true. animals تتواصل مع بعضها بحواس مختلفة. جميل. النورمال تراك faster than الجيت ايربلين، الشاحنة العادية اسرع من الطيارة، غلط. false. طيب the three jet engines in the shock wave truck allow it to fly، غلط. ثلاث محركات بتوع الجيت انجن مش بيخلوها تطير. النورمال تراك slower than الشوك ويف تراك، يعني الشاحنة العادية أبطأ من الشوك ويف، كلام صح 100%. لأن الشوك ويف أسرع من الشاحنة العادية أو أسرع من النورمال تراك. جميل. طيب the stopping object can't move until a force act on it، يعني الجسم اللي واقف هيفضل واقف طالما ما فيش فورس أثرت عليه، فعلا صح. لازم عشان الجسم يتحرك يبقى فيه فورس تزقه وتحركه، لا إما هيفضل واقف. جميل. unbalanced forces keep an object in its place without moving، غلط. ال unbalanced forces يا شباب دي لو أثرت على الأوبجكت، ال unbalanced force دي بتخلي الأوبجكت يتحرك. ال unbalanced forces make the object to move، بتخليه يتحرك. طيب unbalanced forces causes the change in the object position، صح. ليه؟ لأن change in the object position دي معناها إن الأوبجكت start to move، بدأ يتحرك. فالunbalanced forces فعلا بتخلي الأوبجكت يتحرك، فالكلام ده true 100%. طيب when a car crashes into a wall
لما العربية تخبط في الحيطة it will not stop، هي مش هتقف. غلط طبعا. لما العربية تخبط في الحيطة it will stop، هتقف. طيب when a car runs out of fuel، لما العربية تخلص بنزين on a flat road its speed increases gradually until it stop. غلط. يعني لما العربية تخلص بنزين سرعتها هتزيد لحد ما تقف. كلام غلط تماما. جميل. if a person moves the table through a distance، لما شخص يزق ترابيزة المسافة there is work done، أكيد طبعا، لأنه طالما حركها ومشيها مسافة يبقى هو كده عمل شغل، وكده عمل work، الفورس بتاعته عملت work. جميل جدا. طيب lifting a book upward، إن أنا أرفع الكتاب لفوق، ده محتاج energy، ده need energy more than ال pushing truck. يعني أنا عشان أرفع الكتاب محتاج طاقة أكتر من إن أنا أزق العربية. غلط، فولس طبعا. طيب hitting a tennis ball needs bowling force، عشان اخبط كرة التنس كده انا اعمل له بولينج. غلط، ده كده اعمل له بوشنج فورس. حبة جيف ريزون وحبة وات هابن زي الفل ان شاء الله. طيب بيقول لك ليه الكاندل considered as a source of light، ليه الشمعة تعتبر مصدر ضوء؟ هتقول له because it emits its own light، هي بتشع الضوء الخاص بيه. خلي بالك والله العظيم اهم جيف ريزون في مراجعة في الامتحان ان شاء الله بتاع نوفمبر هو اللي انا جبتهم لك دول. يعني لو هو هيجيب لك جيف ريزون مش هيجيب لك جيف ريزون غير اللي احنا هنحلهم دول ان شاء الله. فهتقول له because it emit its own light، يعني هي بتشع الضوء الخاص بيها، فهي تعتبر source of light، عشان كده بتخرج ضوء خاص بيها الكاندل. طيب بيقول لك ليه الاي بابل بتاع النوكتورنال انيمال differ from الهيومن؟ طبعا البابل بتاع النوكتورنال انيمال بتبقى open wider than الهيومن، تفتح اكبر من بتاع الهيومن عشان تجمع ضوء اكتر وتعرف تشوف بالليل. فاقول له because bubble of nocturnal animal open wider than الهيومن، تفتح اوسع من بتاع الهيومن. جميل. طيب ليه الشادو بتاع الاوبيك اوبجكت is formed when light falls on it؟ ليه الاوبيك اوبجكت بيكون شادو وراه؟ لان الاوبيك اوبجكت doesn't allow light to pass through، مش بيسمح للضوء ان هو يعدي من خلاله. بقول له because opaque object او opaque body doesn't allow light to pass through. allow light to pass through. جميل جدا. طيب كمل يلا السؤال اللي بعده. A mirror can reflect light better than painted surface. ليه الميرور بتعكس الضوء احسن من البينتد سيرفيس اللي هو الحيطه المدهونه او السطح المدهون؟ هتقول له because mirror is a smooth and shiny surface، المرايه سطح شفاف ولامع فبيعمل ريفلكت اللايت في one direction، اتجاه واحد. فاقول له كده يلا اكتب because mirror is shiny and smooth surface، هنا دي دبل او smooth surface. عايز تزود عليها تقول له while painted surface consider rough surface، برضه صح تمشي ان شاء الله. طيب يلا. بيقول لك ليه الفايرفلاي produce chemical reaction inside their body؟ هتقول له to ثواني to to make its body light up، عشان تخلي جسمها ينور فبتخرج تعمل chemical reaction to make its body light up. جميل جدا. طيب ليه الشوك ويف تراك faster than النورمال تراك؟ ليه يا جدعان؟ شيء طبيعي، لأن الشوك ويف يا جدعان فيها 3 جيت انجن. أقول له because shock wave truck has 3 جيت انجن، 3 محركات طيارة فبيخليها سريعة جدا. 3 جيت انجن. جميل جدا. طيب يلا يا باشا كده أهم 6 جيف ريزون والله العظيم عليك في مراجعة شهر نوفمبر. ال6 جيف ريزون دول أهم 6 جيف ريزون في المراجعة بتاعتك كلها. إن شاء الله يجي لك في الامتحان منهم بإذن الله. طيب فاحفظهم لي صم أو يعرف يتحلوا إزاي. إن شاء الله مش هيخرج لك بره ال6 جيف ريزون دول. طيب الوات هابن برضو معاك 8 وات هابن ان شاء الله الامتحان هيجي لك منه باذن الله. طيب يلا وات هابنز اف لو الميرور لايك ممبرين اللي في الفيشنج كات اي نوت بريزنت، لو القطه اللي هي بتاع الفيشنج كات ما كانش عندها ميرور لايك ممبرين، هتقول له it can't hunt at night، مش هتعرف تصطاد بالليل يا عين. it can't hunt at night. جميل جدا. او it can't see at the night، برضه صح. يلا اللي بعد. بيقول لك what happens if لو اللايت falls on rough surface، لو الضوء سقط على rough surface it will scatter in different direction، لان الرف surface بيشتت الضوء في اتجاهات مختلفة.
فده مهم جدا. it will scatter أو it will scattered هيتشتت in different directions. يبقى لو الضوء سقط على rough surface هيتشتت في اتجاهات مختلفة. جميل جدا. طيب what happens if a firefly want to attract a mate to produce؟ لو الفايرفلاي عايزة تنادي على زوجها عشان تتكاثر it will light up هتنور. it will light up. عايز تقول له with a specific pattern بنمط معين، صح. it will light up with specific pattern بنمط محدد، صح. طيب what happens if لو الفايرفلاي doesn't emit أو don't emit flashes؟ لو الفايرفلاي ما بقتش تعمل فلاشز، ما بتعملش لايت باترن مثلا نمط ضوئي معين بالضوء اللي بتعمله بجسمها، it can't communicate with each other مش هتعرف تتواصل مع بعضها. it can't communicate with each other مش هتعرف تتواصل مع بعضها. جميل. طيب what happens if your nervous system اللي يحصل النيرفس سيستم بتاعك when traffic light become red؟ لو انت ماشي ومره واحده لقيت الاشاره حمراء while you are going to cross the road وانت رايح تعدي الطريق. طبعا انت رايح تعدي الطريق لو شفت الاشاره حمراء هتقول له it send. طبعا النيرفس سيستم هيبعت orders اوامر لجسمك. it send orders to your body هيبعت order لجسمك to stop عشان يقف. to يبقى it send order to your body to stop. جميل جدا. what happens if لو الشوك ويف درايفر open the parachute؟ اللي يحصل لو سواق الشوك ويف فتح الباراشوت؟ اقول له wave او the speed of the shock wave will decrease gradually until it stop. سرعة الشوك ويف هتقل لحد ما تقف. the speed of الشوك ويف will decrease gradually until it stop لحد ما هي ايه تقف. until it stop. طبعا الباراشوت هيبطئ سرعتها بشكل تدريجي لحد ما تقف. طيب يلا اخر سؤالين. balanced force effect on a stopped object. لو في قوة متوازنة أثرت على جسم ثابت it will not move مش هيتحرك لأن البالانسد فورس مش بتحرك حاجة. it will not move. لكن يا جدعان ال unbalanced forces هي اللي make the object to move، هي اللي بتخلي الأوبجكت يتحرك. طيب what happens if a car runs out of fuel on a flat road؟ برضه هتقول له its speed decrease gradually until it stop اللي نفس إجابة نمبر 6. بقول له كده its speed هتقل تدريجي، يعني سرعتها هتقل تدريجي لحد ما تقف. its speed decreases gradually until it stop لحد ما تقف. until it stop. وبكده الحمد لله خلصنا مراجعة شهر نوفمبر. المراجعة دي أنا اديتك فيها الزتونة والله، اديتك فيها الخلاصة على الأسئلة اللي إن شاء الله هتجيلك في امتحانك بتاع شهر 11. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.